الفيديو ده بقى انا مخليه لخالد عبد الفتاح لوحده. انا عندي باك يمين جبته اعاره 6 شهور على اساس ان هو لو كويس يكمل معايا. طب حلو، في ال6 شهور دول هو عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه. الاهلي فجاه بيجدد لخالد عبد الفتاح، بيشتري عقده، وانا عندي هاني وعندي عمر كمال، وكان اكرم توفيق الفتره دي بيلعب رغم ان هو كان مصاب. طب خالد عبد الفتاح انا هعتبر نفسي اول مره اشوفه، وهو جه والماتش ده اول ماتش يلعبه مع الاهلي في وسط اللي احنا شايفينه ده كله. من المنطقي ان انت كلاعب ما تعملش مجهود، يعني في الجو اللي احنا فيه ده والرطوبه عاليه ما تعملش مجهود. لكن انت ما عملتش مجهود، انت دفاعيا كارثه. ياسر ابراهيم تقريبا في لقطه الجون هو مش واثق فيه فجري على اللاعب اللي معاه عشان خاطر افتكر ان الكره هتتبصله، بعيدا عن ان ياسر اللي عمله ده مشكله ثانيه. بس انت انا مش عارف انت شايف ايه انت ممكن تعمله في الباك اليمين. يعني على الاقل المفروض بعد اي ماتش بعد ما تطلع ان انت تشوف انا عملت كام كروس، انا عملت كام تاكل خدت فيه بيه الكوره. انت ما بتعملش اي حاجه من الكلام ده كله. انت طول الماتش اللي انا خدته منك الماتش ده الاودات، الله اكبر عليك، انت بتلعب اوت بصراحه بيوصل للعيبه، او حتى ما بيوصلش، هو كده كده مش هيعد وراك الاودات. بس انت عامل 3 كورسات منهم واحد بس اللي وصل جه منه الجون. باك يمين طول الماتش ما عملش الا 3 كورسات، ما هي دي كارثه. والناحيه الثانيه كريم الدبيس انا مش هعلق عليه عموما، بس هي اللقطه دي كريم الدبيس عامل 4 كروسات ولا واحد فيهم وصل. يعني بجد دول الظاهرين الايمن والايسر بتوع الاهلي، يعني مش عارف المفروض ايه اللي يحصل. يعني حتى انا مش الشخص اللي انا بحب محمد هاني، بس محمد هاني لو لعب برجل واحده هيلعب، يعني هيبقى موجود. انا مش عارف خالد عبد الفتاح وازاي اصلا كولر صابر عليه. يعني اللي بيحصل ده مشكله. ونرجع نقول الصفقات واحنا عايزين اجنحه، مركزين في الاجنحه وفي الهجوم، ونسينا ان احنا في كوارث في الباك اليمين والشمال. مش عارف خالد عبد الفتاح، انا كشخص انا ما بتكلمش عن حد، انا بتكلم عن نفسي. انا كشخص المفروض ان انا اصبر عليك لحد امتى كباك يمين للنادي الاهلي؟